بيبتدي الفيلم بزوجين في طريقهم لمكان معين، الزوجة حامل واسمها راشيل وجوزها بيكون اسمه مات، وكان باين كده ان رحلتهم ممتعة جدا لحد ما بيكتشفوا ان الطريق اللي المفروض يمشي منه مقفول. بيتحرك مات في تحويلة المرور كان عاملها، كان مش مركز لحد ما بيخبط في شجرة، بتتضرر العربية جامد بس هم بخير. دلوقتي هم بيبقوا في وسط غابة ومش عارفين مكانهم بالظبط، حتى تليفوناتهم ما بيكونش فيها اي اشارة. ولحسن الحظ بيشوف مات مزرعة على بعد نص ميل من مكانهم، وبيقرروا ان هم يروحوا لهناك. وفي طريقهم بيصادفوا لوحة مكتوب عليها ممنوع الدخول للمنطقة لانها ملكية خاصة، بس ما بيكونش للاسف قدامهم اي خيار تاني. وبيدخلوا المزرعة وفجأة بتقرب منهم عربية بيكون سايقها راجل. في الاول بيزعق لهم لانهم دخلوا المكان وبيطلب منهم يخرجوا فورا. بيحاول مات يشرح له الظروف ووضع راشيل، واول ما الراجل بيعرف ان راشيل حامل وفي ولد بيتغير بشكل كبير وبيرحب بيهم وبيعرفهم ان هو اسمه بوبي، وبيعرف مراته اجنس في اللاسلكي ان عندهم ضيوف. في الاول بترفض، ولكن لما بتعرف ان راشيل حامل في ولد بتغير هي كمان رايها وبتطلب منه يجيبهم بسرعه للبيت. بيعرفوا مات ان هو مش محتاج منه اي حاجه غير انه بس عاوز يعمل مكالمه. فبيقول له بوبي ان ابراج الشبكه كلها وقعت بسبب العاصفه وانهم مستنيين الصيانه، وبيقول لهم تعالوا معايا على البيت. ما بيكونش قدامهم اي خيار تاني وبيضطروا يقبلوا وبيركبوا معاه العربيه. وهما في الطريق بتشوف راشيل بنت لابسه فستان اسود وبتبص عليها. ولما وصلوا لبيت بوبي بترحب بيهم اجنس واولادها لوك وديفيد. بتطلب اجنس من اولادها ياخدوا الشنط للاوضه، وكانوا هيناموا عندهم الليله دي. كان راشيل ومات مش مصدقين نفسهم ومبسوطين من العيله الطيبه دي، بس ما كانوش عارفين ان اجنس بتسمعهم من بره الاوضه. بتتصدم راشيل لما بتشوف البنت من الشباك تاني، ولكن لما بتقول لمات بيجي وما بيشوفش حد. وشويه والعيله بتنادي مات وراشيل علشان يتعشوا معاهم. ولما كانوا بياكلوا بتشوف راشيل صوره لاجنس وبوبي مع البنت اللي شافتها من شويه، وبتسالهم عن البنت دي. بتعرفها اجنس ان دي بنتها الصغيره واسمها فيس، بس الغريب ان فيس ما كانتش قاعده بتاكل معاهم. ومن كلام اجنس كده بنعرف ان هي ما بتخلفش، وان فيس ولوك وديفيد اولادها بالتبني. وعلى كلام اجنس ربنا عنده حاجه احسن ليها ولعيلتها. وبعد العشاء بيرجع مات وراشيل لاوضتهم. كانت راشيل ساعتها بدات ما تكونش مرتاحه للعيله دي، وبتطلب راشيل من مات ان هم يمشوا بالنهار. وقتها بيحس ان في حد بيسمعهم، بس لما مات خرج مش بيلاقي حد. بيناموا وبتصحى راشيل على صوت عياط، ومش بتلاقي مات جنبها. وبتشوف فيس بتعيط على اهلها الميتين، وبتقرب فيس من راشيل علشان تعرفها اسمها الحقيقي. وفجأة بتصحى وكانت بتحلم، وبتعرف ان اسم البنت الحقيقي بيكون إيلي. وبتعرف مات كل حاجة شافتها في الحلم، وكانت الاخبار اتكلمت عن اختفاء عيلة لكذا شهر. وبتحس ان اجنس ليها علاقة بوفاة عيلة إيلي. كانت راشيل وقتها خلاص مش عايزة تقعد اكتر، وبتطلب من جوزها ان هم يمشوا فورا. بينزلوا بهدوء، ولكن للاسف الباب بيكون مقفول. بياخد مات المفتاح ولكن بيقع منه وبيعمل صوت. بيظهر بوبي من وراهم وبيعرفوا مات ان هم خلاص هيكملوا رحلتهم. كان بوبي ساعتها واقف ساكت، ولما بيخرجوا بيلاقوا لوك وديفيد مستنينهم بره بالسلاح وبيضربوهم وبيفقدوا الوعي. بتصحى راشيل بعد فترة وبتلاقي نفسها مربوطة في السرير، وبتسأل عن اللي حصل لمات. بتقول لها اجنس ان هو دلوقتي في مكان افضل بكتير. وفي نفس الوقت كان لوك وديفيد بيحفروا قبر علشان يدفنوا مات وهو لسه حي. وبتساعدها اجنس، وبعد فترة بتولد طفل، بس بيطلع انه مش ولد وكانت بنت. بتاخدها اجنس بره وبتسيب راشيل اللي كانت تعبانة. وبعد فترة بتحاول راشيل تفك نفسها وبتقدر فعلا، وبتاخد الصليب اللي متعلق على الحيطة علشان تدافع بيه عن نفسها. بتيجي اجنس عندها وبتعمل نفسها راشيل طبيعية. وبعد شوية بتضربها راشيل، ولكن من سوء الحظ ما بتقدرش تعمل حاجة تانية لان الكل بيكون حضر وبيربطوها مرة تانية. وفي اللحظة دي بتعترف لها اجنس ان هي اللي قتلت والد فيس بأمر من ربها هي، وبتدعي انها انقذت اطفالها بالتبني من الشيطان. وبتقول ان راشيل والاباء اللي عندهم ثقافة الانفتاح هم دول فعلا الشياطين. وبيقفلوا بقها وبينقلوها لمكان تاني، وهناك بيجيبوا مكنة علشان يخرجوا بيها حليب لطفلتها منها. وفي الوقت نفسه كان مات فاق في القبر، وبالولاعة بينور المكان وبيعرف انه اندفن حي. بيحاول مات يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يخرج من الصندوق ده، وفعلا بيقدر ان هو يخرج للارض. بيتحرك مات بدون ملابس وما بيلاقيش اي حد حواليه يساعده. وبعد فترة مش كبيرة بيلاقي شلال، وهناك بيشوف قماشة بيغطي بيها نفسه. ومن ناحية تانية بتكون راشيل بتحاول تحرر نفسها من السلسلة، لكنها للأسف مش بتقدر. وبتنام ساعتها راشيل من التعب، وبيجي لها شخص بيقدم لها اكل، وبيبان ساعتها انه إيلي. بتطلب راشيل من إيلي انها تساعدها تلاقي حاجة تحرر بيها نفسها، بس إيلي بتطنش كلامها وبتمشي
ببساطة وبتسيبها. عند مات وهو ماشي بيصادف راجلين مخيمين، وبيحاول مات يطلب منهم المساعدة ويشرح لهم الموقف، بس الرجالة لما بيبصوا عليه بيفتكروه سكران وبيهلوس. بيتضايق ساعتها مات منهم جدا وبيدخل في قتال معاهم. بياخد مات هدوم واحد منهم وبيكون رابطهم في شجرة، وبيعرض عليهم مات عرض مربح عليهم هما الاتنين، انهم يعرفوه اتجاه الطريق السريع وهو يديهم سكينة يفكوا بيها نفسهم. في الوقت ده بيروح لوك وديفيد لأجنس في أوضة البنت. كانوا عارفين ان أجنس نفسها في ولد، فبيقدموا لها الحل ان لوك او ديفيد يتجوز راشيل ويجيبوا لها الولد اللي هي نفسها فيه. بيقول ان دي خطة من الرب بتاعهم، بس لما أجنس بتسمع الكلام ده بتتضايق جدا وبتطردهم بره. لوك وديفيد بيقرروا برضو ان هم يعملوا اللي في دماغهم وبيروحوا للمكان اللي راشيل قاعدة فيه. ولما مات اخيرا بيرجع للبيت بيشوف ساعتها إيلي اللي بتدله على المكان اللي راشيل قاعدة فيه. وفي نفس الوقت ده بيحاول لوك وديفيد ان هم يعتدوا على راشيل، ولحسن الحظ بيوصل مات في الوقت المناسب وبيضربهم لحد الموت، وبيقدر ان هو ينقذ مراته منهم. بترتاح راشيل ساعتها لما بتشوف جوزها وعرفته انها ولدت وبنتهم مع أجنس. بيقدر مات ان هو يكسر السلسلة وبياخدها وبيخرج. وقتها سمعت أجنس صوت وطلبت من جوزها يتأكد. كانت إيلي ساعتها ظهرت ووقعت حاجات على الأرض علشان تعطلهم. بيروح بوبي وبيشوفهم وبيعرف ان هم خلصوا على أولاده. بيحاول مات ان هو يحمي مراته وبياخد مكانها رصاصة وبيموت. وبعدها بيضرب بوبي راشيل بالسلاح وبتفقد الوعي. بتصحى تاني في نفس المكان وكانت مربوطة، وبتشوف إيلي قدامها وبتحاول ان هي تفك نفسها هي كمان. وفي البيت بيشوف بوبي أجنس وهي بتحط مكياج للوك وديفيد، وكانت لسه معتقدة ان هم عايشين. بيحاول بوبي يعرفها انهم خلاص ماتوا، وفعلا بيقدروا ياخدوهم ويدفنوهم. وهناك بيبان ان في قبر تالت جنبهم. وفي الوقت ده بتقدر إيلي وراشيل يفكوا الطوبة اللي مربوط فيها السلسلة، وبيروحوا المكان يفكوا السلاسل خالص، وبيدخلوا للبيت علشان تجيب بنتها. ولكن بعد فترة بيرجع بوبي للبيت وبيستخبوا بسرعة في الدولاب. بيخرج بوبي من البيت وبيروح للمخزن، ولكنه مش بيلاقي راشيل. بيمسك البندقية فورا وبيرجع للبيت يدور عليها، وبتشوفه راشيل والمرة دي خلاص بتقرر تواجهه. بيدخل عليها الأوضة وهناك بتعرفه ان هي عايزة ترضع بنتها لمرة واحدة بس. بيوافق بوبي، ولما قرب منها خرجت سكينة وطعنته حتى الموت. بتاخد بسرعة تليفونه وبتبلغ الشرطة. ولسوء الحظ بتوصل أجنس للبيت وبتحس بحاجة غلط وبتاخد بندقيتها. وبتستنى شوية راشيل بره، ولكن بعد فترة بتاخد جرارها الزراعي وبتمشي. في الوقت ده بتخرج إيلي وراشيل بهدوء ومعاهم بندقية بوبي. بيركبوا العربية ولكن المفتاح مش معاهم. كان وقتها أجنس بتراقبهم من بعيد وبتتحرك باتجاه راشيل. بتنزل راشيل من العربية بالسلاح وبتسيب البنت مع إيلي. بتضرب أجنس النار على راشيل وراشيل بترد عليها برضه. بتتصاب راشيل في دراعها ورجليها وبتقع على الأرض. بتتحرك أجنس تجيب البنت، ولكن راشيل بتمسكها وبترميها على الأرض وبتفضل تضرب راسها في الصخرة لحد الموت. بتتحرك راشيل وإيلي من الطفلة بسرعة من البيت، وساعتها وصلت الشرطة والمسعفين وبيحاولوا الشرطة يعرفوا اللي حصل بالظبط. ولكن فجأة ظهرت أجنس وكانت عايزة تموت راشيل، ولحسن الحظ الشرطة شافوها وخلصوا عليها. وبيسأل الضابط عن مكان إيلي اللي قالت راشيل في الاتصال إن هي كانت معاها. وفي اللحظة دي بتكتشف راشيل إن إيلي اختفت، وبتفهم راشيل أخيرا إن البنت اللي شافتها في البيت دي ما كانتش حقيقية، وإنها مجرد شبح ساعد راشيل علشان تهرب، وإن القبر التالت اللي شفناه كان بتاع إيلي. بتتنقل راشيل بالإسعاف لأقرب مستشفى وكان معاها بنتها. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا باسل عمر، سلام.